كل الصعايدة رجالة، كل الصعايدة رجالة، ولا بعض الصعايدة رجالة. ناس تقول لك كل الصعايدة رجالة، وناس تقول لك شوية من الصعايدة رجالة. طب يلا نجاوب، بس تشرب قهوة؟ الفرق ما بين اللغة الأولى واللغة التانية، واحدة جملة محايدة تتكلم في الحياد، واحدة تانية منحياز شوية. ده بقى من ضمن الحاجات اللي اتضافت جديد في منهج البكالوريا. السؤال بقى اللي بيتسأل، هو فعلا منهج البكالوريا الجديد ده أو منهج ثانوية عامة بيشبه فعلا منهج الاي جي أو الأمريكان؟ والسؤال التاني بقى والمهم وكتير بيسأل، هو لازم المستر أو المدرس اللي بيشرح ده يكون فعلا مستواه عالي؟ بيفرق فعلا لو مش معاه ايلتس أو لا؟ بص يا سيدي، هو معظم الكلمات اللي موجودة في الكريكولم ده فعلا هي سي وسي 1، تقيلة فعلا شوية، بس يعني مش مستحيله. فعلا ان مش كل المدرسين تقدر عليه، لان فعلا هو منهج تقيل شويه، يتطلب خبره او على اقل تقدير يكون التيتشر ده دارس الاي جي والامريكان. ومن ضمن الاسئله اللي ممكن تجي لك فعلا في الفاينل انك تعمل تشينج، انك تغير من البايث لانجوج الهيدجنج لانجوج. هي دي بالظبط اللغه الانحازيه واللغه المحايده. وعلشان تعرف تفرق ما بينهم، احنا هنا على القناه هنعمل شروحات كتير قوي للتو لانجوجز. هو ده بس اتغير؟ لا، مش هو ده بس اتغير، اللي اتغير كمان الترانسليشن بقت كلمه واحده ممكن تغير المعنى كله. زي مثلا I prefer coffee I would prefer coffee. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ يعني لو جاب لك واحده من دي وطلب منك انك تعمل ترانسليشن، واحده هو بيفضل القهوه بشكل عام، وتانيه هو بيفضل شرب القهوه دلوقتي، وحاجات كتير قوي زي دي. كل تفصيله في اليونتس احنا هنعرضها هنا في القناه. وهديه مني ليك، انت انزل تحت في اول كومنت في الفيسبوك او انزل تحت في الديسكربشن بتاع اليوتيوب، هتلاقي شيء لجزء من يونت 1، الفوكابلري، السافكس، البريفكس، البريبوزيشنز، الايديومز، الفريز، الادفيرب، وجزء من الجرامر، وبقيه الشيت مع بقيه الفيديوهات. شكرا. ودي سلسله، وزي ما اتفقت معاك، افهم ما تحفظش.